تعالوا النهارده نعمل صاج جلاش باللحمه المفرومه. هيطلع معانا كريسبي كده ومخدوم حلو قوي، قشطه وزبده بقى. بصوا متدلع اخر دلع، وشايفين بيطلع بكل سهوله من الصاج ازاي، مفيش اي حاجه لازقه فيه خالص. الصاج طالع زي الفل واخد طبقه كريسبي كده ولون حلو قوي. تعالوا بقى نشوف الطريقه على طول. يلا نسمي الله ونبدا. بس طبعا الاول متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وفولو للصفحه. واول حاجه هبدا بيها، حطيت صينيه على النار، واول ما سخنت كويس جدا نزلت فيها بكيلو لحمه مفرومه. اللحمه هنا دسمه شويه فمش هنضيف اي ماده دهنيه، معها رشه فلفل اسود، ونفضل نقلبها كده لحد لونها ما يتغير بالشكل ده. ننزل بقى ببصلتين كبار متقطعين قطع صغيره او ممكن تفرموهم في الكبه، وشويه جزر كده بيدي طعم اللحمه تحفه. الجزر تقدروا تضيفوه على اللحمه المفرومه في البشاميل، في اللازانيا، في الجلاش، في اي حاجه. الجزر بيضيف نكهه حلوه قوي للاكل. نقلب بقى كده شويه الجزر يدبل، وكمان البصل. نضيف بقى البهارات بتاعتنا، ملح فلفل اسود، السبع بهارات. وبكده خلاص اللحمه جاهزه معانا. تعالوا بقى نشيلها من على النار ونروح نجهز الصاج بتاعنا. جهزت عندي في طبق فيه حته زبده وقشطه. القشطه دي مجمعها من وش اللبن، وعليهم كده معلقتين زيت ولفه جلاش. بس انا احتجت في الصاج ده لفه ونص جلاش. وتعالوا بقى ندهنها كده كويس جدا، وده اللي هيخليها تطلع معانا بكل سهوله من غير ما تلزق خالص، وتدي طبقه كريسبي كده حلو قوي. ندهنها كويس بالخليط دوت بالشكل ده، ونبدا نحط اول حاجه من تحت ورقتين كده على بعض، وندهنهم من الخليط بتاعنا ده عشان تورق كده وتبقى جميله معانا. بعد كده الطبقات بقى اللي هنحطها الاربع جوانب، هنحط جزء ورقه الجلاش لجوه وجزء لبره. ودي حركه اختياريه، لكن هي حلوه ان هي ما بتطلعش اللحمه بره الجلاش. يعني لما نيجي نقطعه كده القطعه بتطلع بالجلاش من غير ما يفرول معانا، تبقى حلوه جدا ومناسبه كمان ان مفيش حاجه تقع منه. هكمل بقى لفه الجلاش بالشكل ده. تقريبا بحط نصها بالشكل ده والنص التاني بيكون لفوق. وطبعا بندهن بين الطبقات الخليط اللي احنا مجهزينه اللي هو القشطه والزبده والزيت بالشكل ده كده. بعد كده نحط ورقه بقى في النص ما عليهاش حاجه خالص، ودي بقى نحط اللحمه اللي احنا عصجناها دلوقتي مع بعض. ونبدا بقى نقفل الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، وندخل الجوانب وندهن الخليط دوت بالشكل ده كده. قفلنا صينيه الجلاش كويس جدا. والوقت ده كمان كنت بسخن الفرن على درجه حراره 220. هقطعها بقى التقطيع اللي انتوا شايفينها دي. هجيبها الاول علامه بلس كده او زائد، وبعد كده نقسمها مثلثات. ممكن تقطعوا اي تقطيع انتوا عايزينها، يعني مش لازم التقطيع اللي انا عاملاها دي، لكن انا بفضل دي، يعني بتدي شكل مميز شويه. وندهن بقى شويه كده على الوش كمان من الخليط اللي احنا حاطينه. وبعد كده معانا كوبايه لبن عليها رشه ملح رشه فلفل اسود، نقلبهم كويس جدا ونسقي بيهم صاج الجلاش وندخلها الفرن. بتاخد حوالي تلت ساعة وبتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزينها طرية شوية ممكن اول ما تطلع على طول نروح مغطينها، او عايزينها بقى ناشفة وكريسبي تسيبوها كده مكشوفة، بتطلع مقرمشة وتحفة. وبس كده. شايفين بقى اللحمة هنا ما خرجتش بره الجلاش ازاي. وكمان لما هاجي انزلها في الصينية بتاعة التقديم او الاوردر طالعة بكل سهولة معايا، مفيش اي حاجة لازقة فيها خالص. وبس كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وفولو للصفحة.